طبعا الراعي الرسمي للشتاء ما وراناش غيره المحشي، وعندنا المحاشي، وعندنا كده هنعمل كده بطة كده محشية بمحشي ورق العنب، حاجة كده فاخر من الآخر. الأول هنجهز الورق العنب، هنجهز المحشي بتاعنا، وقدامنا هنا كذا لفة. اللي ما بيعرفش يلف ورق العنب ادي طريقة على البلانشة كده، دي سهلة جدا للناس اللي لسه بتتعلم، البنوتات اللي لسه يعني بيتعلموا. تمام. عندنا هنا بقى اللفة اللي على الايد دي للناس المحترفة بالشكل ده. طبعا هنا قدامنا كذا طريقة، ودي الطريقة الثالثة بكل سهولة، سهل جدا. هنخلص بقى كده المحشي اللي هنحشي بيه البطة بالشكل ده، شايفين؟ طيب هنعمل هنا بقى ايه؟ طماطمايه بصلة مبشورة علشان نتبل بيها البطاية بتاعتنا. هسلك كده ما بين الجلد واللحم، واخلي الدنيا فراغ كده علشان انزل الحشوة بتاعتي. هتبل بقى كده البطة من جوه بالبصل المبشور، وعليه شوية ملح وفلفل وورق لورا وحبهان مطحون بسيط خالص. هنحشي بقى البطاية كده بمحشي ورق العنب بتاعنا بالشكل دوت. التتبيلة اللي عملناها في الأول دي مهمة جدا، بتخلي طعمها روعة، كله كده بيتجانس مع بعضه مع المحشي مع البط، بتبقى حاجة كده فاخرة جدا. هبدأ أسد كده بعد ما حشيت البطن من جوه، هسد كده بالخلة بالشكل ده علشان لما احطها في الشوربة المحشي ما يطلعش بره. تمام لحد الآخر. هاجي بقى عند الصدر كده نفس الشيء، ما بين الجلد واللحمة احط كده، ما نكترش علشان البط يستوي معانا بسرعة. هسد برضو كده، يعني حطيت حوالي 4 وحدات بس مش كتير. سديناها كده بالشكل ده ومتبلة وتمام التمام. مية بقى مغلية كده بتغلي، مية سخنة، وهبدأ انزل فيها بورق لورا وشرايح من الجزر وبصلة وطماطماية، عودين كده قرنفل او مسمار، فلفل اسود، ورق لورا وحبهان مطحون. دي بتخلي الشوربة في حتة تانية خالص. وطبعا احنا عملنا فيديو للتتبيلة دي تحفة. هنزل بقى بيها كده في المية المغلية، وبعدين هغطيها كده. ما ننساش طبعا الملح، معلقة ملح كبيرة ومعلقة سكر. السكر ليه؟ بيسرع في السوى. هغطيها بقى كده واخلي الغطا موارب علشان ما تفرش معايا على البوتاجاز وتبهدل الدنيا، وهسيبها بقى كده مع نفسها لحد ما تستوي خالص. هروح بقى اكمل الراعي الرسمي بتاعنا بتاع الشتاء، المحشي الملفوف، محشي الكرنب، وهبدأ ان انا اوضبه بقى بالشكل ده. انا طبعا كنت موضباه بس حابة ان انا اوريكم ازاي. الطريقة دي سهلة جدا، بنلفه كده بالشكل دوت، بتبقى سهلة كده يعني. باخد واقطع على طول واحشي. هحط بقى في الحلة الخضرة دي، بتدي طعم رهيب للمحشي يا جماعة، وكمان بتحفظ المحشي من انه يشيط معانا. طبعا احنا شطار وما بنشيطش حاجة، بس برضو احتياطي. هلف بقى كده الزوايد اللي في الجنب دي ما بقطعهاش، بدخلها جوه، بتخلي بتخلي المحشية متماسكة جدا. خلصت كده الحلة بتاعتي، وهبدأ ان انا طبعا اغطيها كده وازودها بالشوربة بتاعت البط، احطها بقى على النار، ويطلع معايا احلى محشي واحلى بطايه محشيه بورق العنب، فاخره من الاخر. وبسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. ما تنسوناش من تعليقاتكم الحلوه واللايكات، والسلام عليكم ورحمه الله.